اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. لهنايا راكم تشوفوا راني نرقد في الحار. جبت كانت كمية عندي قليلة تاع الحار، غسلته مليح نشفته وجبت بنارات معقمين وثقبت الحار تاعي كيما راكم تشوفوا، يا اما بشوكه ولا عود الشواء، ودرتو في البنارات. هذو البنارات لازم تعقموهم قبل في الماء، راني ديجا وريت فيديو مقبل في تاع تصبير الذره، راني معقمه هذو البنارات نخدم بهم هكا. هذو المصبرات كيما الحار والذره والى غير ذلك من الخضر والفواكه. كيما راكم تشوفوا درت لهنا ستفت الحار في البنارات وزدت عليهم فصوص تاع الثوم، وزدت هنايا كميه تاع الخل، هنايا حوالي اصبع من البناره، اصبع تاع الخل او ربع، حوالي واحد ربع كاس هكا، اقل من ربع كاس تاع الخل، ونكملوها بالماء. وزدت عليهم مغرف تاع الملح وملعقه مغرف كبيره تاع الملح ومغرف صغيره تاع السكر، ودرت عليهم. هذه هي السر، الكركم هو السر الاصفرار، اللون المصفر اللي يتباع في المحلات. هذا بصح ما تكثروش بزاف، ديروا كميه قليله برك بس يعطيكم اللون. هذا ما كان، احنا ما نحوسوش نزيدوا الطعم، غير اللون فقط. وكملتها بالماء، عمرتها بالماء وبلعت عليها انا مده اسبوع. كان واجد عندي الحار، وانتم يمكنكم الاحتفاظ به حتى لشهر رمضان ان شاء الله. خير من لا تشرو في رمضان يولي 40,000 هذاك المرقد. ديجا دوك راهو غالي، مي تصنعوه في الدار خير. الحار اصلا راهو وقته وراهو رخيص. كما راكم تشوفوا هذه هي بعد اسبوع، يعني وريت لكم النتيجه كيفاه، اللون كيفاه، والبنه ما نحكي لكمش والله، غير تخدموا في الدار احسن من اللي تشروه من برا بدون مواد حافظه. لهنايا صحي، ما فيش كاع مواد حافظه غير الملح وشويه تاع السكر، هذو من المواد الحافظه الطبيعيه. والكركم باش يعطيكم اللون، والملح والخل. الخل نعرفوا بلي نستعملوه في المصبرات تاع الخضر، والنتيجه راهي امامكم، وجربوه وراح تنجحوا فيه ان شاء الله، وتستغنوا عن الشراء تاع المحلات. والسلام.